أهلا بكم من جديد. يمني يقتل زوجته بسبب تداول صورتها على فيسبوك. في حادث مستغرب شهدته الجمهورية اليمنية، أقدم رجل يمني على طعن زوجته، والسبب انتشار صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وإذا كانت هذه الفعلة تصنف خطيئة مميتة في اليمن ذي الطبيعة القبلية، فإن الحقيقة هي أن الفتاة المدعوة سلمى الخولئني لم تكن هي من نشرت صورها بإرادتها على مواقع التواصل، بل إن شخصا آخر أنشأ حسابا باسمها وعرض صورها، لا سيما أن الفتاة كانت تتمتع بجمال لافت. وتقول المعلومات إن الفتاة باعت هاتفها المحمول لأحد أصحاب المحال الإلكترونية، وكان لها صور شخصية قامت بمسحها في أثناء بيع هاتفها، لكن شخصا آخر استغل الموضوع واستخدم برنامجا لاستعادة الصور المحذوفة، فقام بنشر الصور على حساب أنشأه باسم سلمى الخولئني. وبما أن جمال سلمى كان ساحرا، فقد أصبح رمزا للجمال اليمني، لاسيما بعدما حصدت صفحتها على الفيسبوك آلاف المعجبات. الحظ السيء للفتاة جعل زوجها يفاجأ ذات مرة في أثناء دخوله أحد المقاهي برؤية صور زوجته على حساب أحد الأشخاص، ما أدى إلى الدخول معه في مناوشات، فأصر صاحب الحساب على أن الصور تعود إلى حبيبته وتربطه علاقة قوية بها ويطالبه بتطليقها. وأمام هذا الواقع انفعل الزوج وغادر المقهى مسرعا وتوجه إلى منزله، وهناك أفرغ جام غضبه عليها فطعنها بسكين حاد مرات عدة حتى فارقت الحياة.